شايفين الاكل التحفه ده؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين المحشي وجماله، ولا البطايه الله اكبر عليها. شايفين؟ بسم الله ما شاء بصوا الله. يا جماعة، انتوا مش عارفين تقاوموا. مش الكاميرا ظالمة طعم الأكل والشكل الغريب. بصوا حتى المحشية دي مثلا، شايفين؟ بصوا دي، يعني أنا بص يا لو سيدي عملتها يوريكم. القطر في بقي يلا أنا القطر، هولع. يلا القطر. خد يا ماما بالالف هنا يا روحي. بصوا هندوق واحدة. وانت أيوة، كمان حلوة. دوق، يلا وعمر كمان هيدوق حلوة يا اهي. حبيبي. حلوة اهي. بالهنا والشفا حلوة. يا روح. هنا والشفا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ولا ورق العنب؟ الله اكبر ما شاء الله اللهم طعمه بارك. ما يتكونش ده يا شايفين جماعة. الاكل الجميل التحفه ده؟ يلا بينا نعمله مع بعض. بصوا اول حاجه معايا البطايه الحلوه اهي زي ما انتم شايفين، ونقعها بقى ايه في محلول النظافه. ياسين بيسلم عليكم، سامعين ياسين؟ بصوا أهلا يا جماعة. بصوا معايا البطايه اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هي صغيره شويه بس الحمد لله، هذا من فضل ربي يا جماعه. الحمد لله اهو. نقعتها بقى، سايباها غسلتها كويس قوي وسايباها بقى في محلول النظافه اهو زي ما انتم شايفين. هسيبها بقى شويه كتار كده عشان انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى زفره جدا ولازم تتغسل كويس. المحلول ده عباره عن ايه كلكم عارفين، معلقتين دقيق وعصره ليمونه وواحده طماطمايه. الطماطمايه برده بتشيل الزفاره، وحبه ملح. وهسيبها بقى بعد بقى ايه ما مسكتها بقى شلت منها الريشه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، خليتها زي الفل. شايفين النظافه؟ خليتها زي الفل. شلت بقى ايه الريش منها الصغير ده، بس قعدت معايا كتير جدا بس الحمد لله. هي صغيره بس فعلا غلبتني يعني، بس الحمد لله احسن من ما فيش. هي صغيره شويه بس يعني، بس الحمد لله. اهو الحاجه غاليه يا جماعه بجد يعني. الحمد لله ان احنا عارفين نجيب بطه، اصلا حاجه غاليه جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى منقوعه وهعمل بقى ايه، همسك بقى الكرنبايه القمر دي. انا جايباها بقى لي كام يوم كده وكنت سايباها في الثلاجه، فايه همسكها بقى كده. هقول بسم الله الرحمن الرحيم وهبدا بقى ايه اقطعها واشوف بقى انا ايه اللي محتاج يتنضف فيها. هي زي الفل ما فيهاش حاجه، بس انا جايباها بقى لي كام يوم وسايباها ايه، كنت سايباها في الثلاجه عشان العيال بقى هم فتره كده طالبين مني ايه المحشي والبط. اول حاجه بقى هعملها اقول بسم الله الرحمن الرحيم وهبدا بقى ايه. معايا الكومبايه القمر دي اللي انتوا شايفينها اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهي بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها دي انا بقى ايه هشيلها اهو. هشيلها كده، كل اللي انا مش محتاجه ده هشيله. الصوت يا عيال بصور. وهبدا بقى ان انا ايه اقطعها كده اهو زي ما انتوا شايفين. قطعت الكومبايه اهو زي ما انتم شايفين تمام كده. انا هسلقها زي ما هي كده سليمه ان شاء الله. وهنا بقى حطيت ميه تغلي على النور عشان اسلق فيها الكرنب. هنا بقى البطايه سايباها بقى منقوعه بقى براحتها بقى. طيب احنا الميه اللي احنا بنغليها عشان نسلق فيها الكرنب دي محتاجين بقى نحط فيها ايه، معلقه ملح اهو زي ما انتم شايفين. خلاص كده الميه غليت معايا، هبدا بقى انزل ايه بالكرنب اهو زي ما انتم شايفين. انزل بقى ايه الدور الاول، ممكن احط كمان معاهم كام ورقه عشان دول قليلين قوي. وبعد كده بقى ايه هحطها كلها مره واحده. بس اعتقد ان كده كويس قوي. هنا دول اهو زي ما انتم شايفين اتسلقوا. هبدا بقى ايه اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وايه اسمي الله واطلعه اهو. بعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت دول اهو زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى ايه اقول بسم الله وهنزل بالكرنبايه كده كامله معايا اهو زي ما انتم شايفين. اول على الايه الجزء اللي فيه التقويره اللي احنا قورناها لها دي. هسيبها بقى كده شويه، هقلبها بقى. هي كده خلاص بقى لها شويه بتغلي اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده بقى شويه هبدا بقى ايه اطلع بقى ايه ورقه ورقه. انت هتعملي كده ماشي اهو اسلقها بقى وبعدين ايه هرجع لكم تاني.
انا هنا غيرت الميه بتاعت الكرنب، تمام كده. يعني انا قبل ما اسلق ورق العنب رميت الميه بتاعت الكرنب وحطيت ميه جديده واستنيت برده لما تغلي وحطيت بقى ايه فيها ورق العنب. كلنا عارفين ورق العنب بيتسلق ازاي، تمام كده اهو. وبرده على فكره انا عامله لكم طريقه تفريز ورق العنب على فكره في فيديو قبل كده. هسيبه بقى، هسلق بقى ورق العنب معايا ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا انا هنا سلقت الكرنب ورق العنب اهو زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى دلوقتي ايه اسلق البطايه. مسكتها غسلتها كويس قوي وحطيت فلفل اسود، ورق لوري، حبهان اللي عندك بقى حطيه، انا ما بحبش التوابل كتير في الاكل، تمام كده. هنزل بقى البصلايه وهجيب بقى البطايه بتاعتي بعد ما غسلتها كويس قوي، حميتها بقى ايه للمره ال10، خليتها قشطه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. البطايه بتاعتي صغيره بس طويله، فانا ايه احطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هعدلها بقى. اتعدلي يا حاجه اتعدلي اهو، تمام اهو كده. طب انا حطيت بقى ملح، ماشي، حطيت ملح. ماما مش المفروض الملح مش بيتحط على اللحوم؟ لا مش الطيور، اللحمه والكوارع والحاجات دي. هبدا بقى احط بقى، سيبها بقى مع نفسها. انا حطيت لها ملح وحطيت لها التوابل بتاعتها وهسيبها بقى. خلاص اسمعوا كلام عمر واعملوا لايك واشتراك. جماعه الانبوبه عملتها معايا. بصوا انا بجد مش عارفه اعمل ايه. المشكله ان انا عشان استنى لحد ما اغير الانبوبه هيبقى في احتمال كبير جدا ان انا مش هعرف اكلهم النهارده ولا حتى بكره، فمش عارفه اعمل ايه. بس بصوا انا هتحدى نفسي وان شاء الله هعرف اكلهم النهارده باذن الله، مش هستنى كمان لبكره. هتصرف يا جماعه زي اي ست في العالم. يا جماعه بصوا انا اتحديت نفسي وقلت هاكلهم النهارده، يعني هاكلهم النهارده. انا عندي البوتاجاز ده اهو زي ما انتم شايفينه، هو تعبان شويه بس يقضي الغرض. العين ديت للاسف اتحرقت وما بتشتغلش، والعين دي شغاله بس ضعيفه، فربنا معانا بقى. اول حاجه هعملها احط بقى هنا ايه البطه تكمل سواها على البوتاجاز على نار هاديه بقى مع نفسها، وهحضر بقى باقي الحاجه. بصوا البطايه اهي بسم الله ما شاء الله استوت، اللهم بارك. هي خدت وقت شويه عشان زي ما بقول لكم البوتاجاز ده واطي قوي، بس اخيرا استوت. ودلوقتي بقى ايه بقلي البصله، حطيت زيت كتير وبصل كتير. البصل خلاص قربت توصل للون اللي انا عايزاه، وهنا قطعت الطماطم عشان اضربها واصفيها. ضربنا الطماطم وجهزناها وصفيناها، وهنزل بقى ايه خلاص كده البصله زي ما انتم شايفين وصلت في اللون اللي انا عايزاه. هنزل بقى بشويه فلفل احمر كده، طبعا اختياري بس انا بموت في الفلفل الاحمر ده بالذات في محشي الكرنب، بيدي طعم بجد مش طبيعي. بصوا هنا البصله ايه خدت اللون اللي انا عايزاه، وبعدين نزلت عليها ايه بصلصه طماطم. هحط شويه كمان زي ما انتم شايفين، وبعدين بقى هنزل عليها بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط وصفيتها بس كده. حطيت التوابل بتاعتي على الصلصه، حقيقي بقى احط التوابل اللي انت تحبيها، تمام كده. وحطيت ملح وحطيت معلقه سكر عشان الحموضه، وحطيت نعناع وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. التوابل اللي انت حابه تحطيها حطيها، بس انا بحب التوابل الاصيله الاساسيه، التوابل الاساسيه يعني. حطيتهم بقى هسيبها بقى ايه تتسبك بقى مع نفسها. سيبنا بقى الصلصه تتسبك براحتها، ودلوقتي ايه بعمل الكرنب. فرحه ربنا يكرمها عملت لي ورق العنب، شالت لي العروش من ورق العنب اهو زي ما انتم شايفين. خلص بقى كل الكلام ده
ما شاء الله. شايفين الصلصه عامل ازاي؟ جهزت كمان الرز والخضره اهو. كده بقى انا هدمج الكلام ده مع بعض. بصوا الصلصه ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا ما شاء الله، مش فاتحه قوي في التليفون بس هي بجد شكلها تحفه. بصوا لون الخلطه عامل ازاي ما شاء الله، اللهم بارك. احنا بنلف اهو كرنب، فرحه بتساعدني. بلف ورق العنب اهو، قربت اخلصه. وخلصنا الكرنب اهو زي ما انتم شايفين. خلاص قربت اخلص ورق العنب كله. وقلت بقى ايه، اسوي الكرنب لحد بقى ما اخلص ايه ورق العنب. هنزل بقى ايه بمقدار الشوربه اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حطيت عليه طبق اهو من فوق زي ما انتم شايفين عشان اضمن ايه السوا. وهغطي بقى عليها وهسيبه بقى يستوي ايه مع نفسه. المحشي خلاص استوى وخلاص خلصت ورق العنب اهو زي ما انتم شايفين. عايرته وحطيت له معلقتين صلصه اهو بس، وهسيبه بقى هو كمان ايه يستوي. اخيرا الاكل خلص يا جماعه. بصوا الاكل استوى وانا غرفت لهم اهو البطايه. حاولت ان انا طبعا احمرها لهم كده شويه، انتوا فاهمين بقى الانبوبه عملت عملتها معايا. فالغدا بقى سحور الغدا بقى سحور حرفيا زي ما بقول لكم كده. لان انا طبعا كنت شغاله على عين واحده بس وكانت ضعيفه جدا. انا عايزه اقول لكم، انا قلت لكم انا هتحدى نفسي وهعمله بالفعل، يعني قلت ونفذت بس بقى تعبت جدا بجد. بصوا بس، بصوا النتيجه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين منظر الاكل عامل ازاي؟ بجد تحفه. بصوا الله يا ماما يا روحي. بصوا على فكره الكاميرا والله العظيم الكاميرا فعلا ظالمه شكل الاكل وظالمه اللون، يعني لونه احمر من كده بكتير. بصوا ما شاء الله، ولا ورق العنب يا جماعه بجد تحفه. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين بجد تحفه. هستنى بقى رايكم في التعليقات من فضلكم. حطوا لايك واشتراك. حطوا لايك. بص ياسين بيقول لكم حطوا لايك واشتراك. ولايك بيقول لكم اهو اللايك بيعرفكم اللايك وشير بقى وشير. بصوا والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. انا بصوا يا جماعه، انا متعشمه وعشمه في ربنا كبير ان القناه دي تكبر واقدر اشتغل من وانا في البيت. مش طالبه منكم غير المتابعه، انكم تتابعوني والتقدير بس، مش عايزه اكتر من كده. وطبعا رايكم بالنسبه لي مهم جدا في التعليقات، مهم جدا. ومن فضلكم يا جماعه يا ريت لو تشاهدوا لي الفيديوهات لاخرها من فضلكم. انا نفسي القناه تكبر بيكم. فهستنى بقى رايكم في التعليق وقولوا لي بقى ايه رايكم. شايفين بسم الله ما شاء الله، بجد تعبت جدا تعبت جدا. هستنى بقى رايكم في التعليقات. بصوا تعبت جدا بجد حرفيا في الاكل، بجد تعبت جدا. يلا هستنى بقى رايكم في التعليقات واشوف اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. يلا مع السلامه. هاكل بقى العيال، هاكل العيال يعني. بصوا خلاص استووا هم استووا قبل الاكل يلا مع السلامه.